هيجيبها البر، وعهد الله كابتن محمود الخطيب ما هيجيبها البر مع نادي الزمالك. في حاجه غلط بتحصل، في حاجه غلط بتحصل. احنا بنتقلب، بنتفتش، بيضحك علينا، احنا مغفلين. احنا كل يومين نصحى على لعيب خلع مننا، اللي مره من صغري زملكاوي، اللي مره مش عارف انا لن العب في مصر الا للزمالك والزمالك بيت التاني، وفي الاخر خوازيق ورا بعض واحد ورا التاني، كل واحد انقح من اللي قبل منه. دلوقتي احمد سيد زيزو بيقول لك خلص 3 شهور هتلاقيه واقف مع امام عاشور ومع اشرف بن شرقي بيغني غزاله حمراء برضا الوالدين. اول مره في حياتي اشوف لعيب بينتقل من نادي لاخر برضا الوالدين. انت جايب مدير تعاقدات من الازهر يا كابتن محمود؟ ما نفهم بقى، فهمني. يعني احنا مثلا، يعني انا مثلا مش، يعني خدت بالك جمهور الزمالك مش مالي عينك؟ طيب يعني افهم ازاي يا جماعه؟ احنا نايمين على ودنا في الزمالك ولا ايه؟ ده ابوه راح خلص، ابو احمد سيد زيزو راح خلص، عمل كل حاجه في الاهلي، خلص كل حاجه، خلصت. ده العربيه اللي بايظه اتصلحت، يعني راح كله خلص. يعني ايه يا اخوانا؟ احنا شفافين؟ البتاع ده مش مالي عينك ولا عامل اي نمره؟ اي حد في الجهاز الفني في الاداره في اي حته يعمل اي حاجه، يعمل اي حاجه. ده فاضل له شويه كابتن محمود الخطيب وهيخش ينقي، هيعمل فرش متاع للعيبه، هيجمعهم عندنا في عبد اللطيف ابو رجاله ويقف ينقي منهم. الموضوع بقى يعني اخوانا. كابتن محمود الخطيب بالراحه اخويا، مالك؟